السلام عليكم. كم لك من أختك يا أخي؟ كم لك من أختك؟ كم لك من أخواتك؟ وأنت كم لك من بناتك المزوجات؟ يا أحباب الكرام، الأخت أمرها عظيم وحقها كبير. كم من إنسان للأسف الشديد مضيع خواته، لا اتصال ولا سؤال ولا زيارة. وهناك والله ناس أغنياء وعندهم قدرة وأيضا هاجرين لخواتهم، إما بسبب الزوجات وإلا بسبب الانشغالات والاهتمامات التجارية. أختك كون ابدي على أختك، ابدي عليها واسأل عنها واسأل عن حالها. أنت مقتدر غني، اعطيها فلوس، اشتريها لها مواد غذائية، دقيق، رز، بر، أي حاجة. أنت ما عندك شيء يا أخي، روح زورها، ابدي عليها، ابتسم في وجهها، اتصل لها يا أخي، اتصل لها. الحمد لله هناك الآن الواتساب، الرسائل النصية. ليش أنت غايب عن أختك؟ ليش لو تعرف مقدارك عندها والله العظيم ما تفلتها ولا يوم. يا احباب الاخوات، رزق من الله، والله رزق من الله. انا اعرف واحد شخص والله الحمد لله مرتاح ومرتاح ما شاء الله، لكن والله ما يفلت خواته مقدر له الراتب كل شهر، راتب كل شهر، والرزق عليه مثل المطر. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وموظف ازواجهن عنده، والحمد لله الامور سابره. بناته مزوجات الحمد لله، لكن متفقد لهن ورواتب لهن وشغال، ازواجهن شغالات عنده، حالته ميسوره. وهناك ناس والله ما يسال ولا يبدي ولا يتصل ولا يرسل ولا شيء، ولا كأن معه اخوات سنوات من العيد للعيد، من العيد للعيد، ولا رمضان لرمضان. هذا اذا بدا، والا يا اخي اتصال وكيف كن وخلاص. لا 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 لا, لا. انا اعرف والله شخص خواته ما يفلتن ابدا وحالته لا باس بها، لكن الله عز وجل حفظه لخواته، وهات لك من رزق ولا اله الا الله. خواتك، اختك، ناهيك يا اخي عن امك، ما هذا ما نتكلمش عنها، ولا عن عماتك وخالاتك. صله الرحم يا اخي، وخاصه الانثى والمراه، هذا صله الرحم موصوله بالله بالله بالله. من وصلها وصلها الله، ومن قطعها قطع الله. كون ابدي على اختك يا اخي، ابدي على خواتك.